السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد. النهاردة أنا عند والدتي زي ما انتم شايفين لسه مكملين في الشقة. يا رب بس كده اقدر اخلصها بسرعه قبل طبعا والدتي في العمره، وكنت عايزه حابه ان انا اللي اول مره يشوفني يعني في الفيديو دوت انا عايزه اعمل لها مفاجاه، وتيجي كده تلاقي الشقه متغيره وبصوا متجدده كده، تحس ان هي اول مره تشوفها. فتابعوا معايا الفيديو للاخر. تعالوا شوفوا بقى الحاجات اللي انا اشتريتها للغرفه. طبعا بصوا انا عايزه اقول لكم ان انتوا هتتوهموا من الاوضه دي. الشكل اللي انتوا شفتوه لاول حاجه ودلوقتي هتشوفوا تغيير، بصوا تغيير جذري. انتوا عارفين لما الحاجه يعني بصوا لما بنجدد فيها وبتتحول طبعا خالص. فعايزه اقول لكم ان انا فعلا متشجعه جدا جدا ان انا اشوف الشكل النهائي في الاخر زيكم والله العظيم. فدلوقتي بقى بصوا احمد بيسلم عليكم وبيقول لكم بصوا يعني هتتوهموا انتوا كمان. فطبعا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تشجعوا منه وتنبسطوا وتطلعوا منه كده حتى لو بحاجه يعني مفيده. ان شاء الله تاخدوا من الفيديو دوت وانا واثقه هتاخدوا منه افكار كتير ان شاء الله حلوه. بصوا اول حاجه طبعا الخشب اللي هو الطويل دوت ده بقى بصوا يعني خليها كده وقت ما اجي اعلقها. بس انا الاول كنت يعني عايزه اوريها لكم عشان خاطر تعرفوا الحاجه اللي انا اشتريتها، فخلوها كده لما نيجي لوقتها. انا دلوقتي بقى خلاص فضيت الاوضه كلها ودلوقتي الغرفه جاهزه معايا انها تدهن وتتظبط. بس هي قبل ما تدهن هي عايزه الاول تتمعجن، لان في حاجات كتير قوي في الاوضه انتوا عارفين بقى. بصوا الرطوبه بقى والحاجات دي طبعا بتبقى رخمه قوي في الدهان وفي في الحيطان يعني. فالمهم ان الاوضه الاول الحيطان لازم تتمعجن تمام، وبعدين بقى احمد يصنفرها وبعدين ندهن على طول عشان نكون بادئين كده بشغل نضيف وحاجه محترمه، نبقى نطلع كده بالشكل النهائي يكون حلو في الاخر، وما يكونش فيه مثلا اي حاجات بقى مفرغه ولا اي حاجه. طبعا اي مسمار في الحيطه كنا بنشيله عشان خاطر طبعا الحيطه تتمعجن دلوقتي تمام. هنا احمد بيجهز خلاص المعجون. طبعا المعجون دوت بيبقى جاهز كده هو على طول من غير جبس اللي هو الابيض دوت. فاحمد هيشتغل فيها على طول بقى يملى كل الفراغات والحاجات دي اللي هي المربعات طبعا مع التشققات والحاجات دي. فطبعا عايزه اقول لكم ان الرطوبه فعلا رخمه جدا جدا يعني. فالحمد لله انا دلوقتي بقى خلاص احمد هو هيشتغل فيها. النهارده بقى اول يوم في الجد يعني عايزين نلحق بقى فعلا الوقت. يعني بصوا عايزه اقول لكم الوقت بيجري بسرعه الصاروخ، فعايزه الحق كده اخلص ونشوف هنعمل ايه في باقي الغرفه. وفي حاجات كتير قوي انا كنت عايزه انزل اجيبها واشتريها، ففي بعض الحاجات منهم جبتها هوريها لكم دلوقتي في الفيديو، وفي حاجات في اخر الفيديو برضه هوريها لكم. هشارك كده معاكم كل حاجه انا بجيبها. وبصوا عايزاكم معايا في كل دقيقه وفي كل لحظه، وتشاركوني بارائكم وكومنتاتكم الجميله دي. ربنا يا رب كده ما يحرمنيش منكم ابدا، دايما واقفين في ظهري ودايما بتدعموني وبتشجعوني. عايزه اقول لكم يعني لولا كلامكم الحلو ده ودعواتكم الجميله دي وتشجيعكم ليا انا ما كنتش فعلا بجد وصلت اللي انا وصلت له دوت. يلا لايك بقى على طول لكل اللي دخل الفيديو ما حدش لايك. ولو انت اول مره بتشوفيني وعجبك القناه يا ريت تنوريني وتشرفيني بكلمه الاشتراك اللي تحت في الفيديو علشان كده تنضمي لعيلتنا وتتابعي معايا كل جديد. اول حاجه بقى كده بصوا عايزه اقول لكم بجد يعني انا بشكركم جدا جدا من كل قلبي على تعليقاتكم الجميله ودعواتكم الحلوه. ربنا يا رب كده يخليكم ليا وما تحرمش ابدا ابدا منكم. دايما بصراحه بتدوني كده دفعه لقدام، بتخلوني كده ان انا اقوم واصور وما افكرش في اي حاجه خالص ممكن تضايقني، ابص كده لقدامي وما ابصش ابدا ورايا الحمد لله. فانتوا فعلا بجد سبب كبير جدا جدا في اللي انا وصلت له دوت. طبعا يعني بصوا بعد ربنا سبحانه وتعالى هعوز ايه تاني؟ مش عايزه اي حاجه تاني من الدنيا غير فعلا بجد محبه الناس ورضا ربنا عليا ورضا اهلي عليا. مش عايزه اي حاجه تاني. خلاص دلوقتي بقى احنا خلاص بنمعجن اهو وبنفنش على طول كده الحاجات دي، لان يعني بصوا الحاجات الثغرات دي ممكن فعلا بجد بتضايقنا في الاخر وبيطلع الشكل مش مناسب. فعايزه تعملي شكل كويس لازم الاول فعلا الحيطانه عندك تتظبط، او عندي مثلا بتكلم عليا سواء لو في ناس مثلا في حيطانه عندها كده. فاول حاجه لازم قبل ما تدهني لازم تمعجني تمام. احنا ما جبناش اي صناعيه ولا اي حد دخل بيتنا، انا واحمد كده على طول خلصنا كل حاجه. الحيطان عندنا كانت فيها شغل كتير قبل ما تدهن او تتبيض او يتحط عليها الدهان. فلازم الاول تتمعجن الحروف دي كلها، قصدي مش الحروف الخروم دي. طبعا في مسامير مطرح حاجه ما كنا معلقه لها طبلوهات بتاع، فكل الحاجات دي لازم الاول. بصوا شايفين الحيطه عملت ازاي؟ يعني كان لازم فعلا ان هي تتعمل كده. فاحمد دلوقتي خلصها هنسيبها بقى شويه كده لحد ما تنشف
وبعدين هلم بقى الدنيا ونبتدي بقى على طول ندهن بقى. بدأنا بقى ان احنا بصوا شلنا كل حاجة من على الحيطان خالص ما عدا المروحة، بس المروحة مش هشيلها دلوقتي عشان خاطر لسه هندهن بقى دلوقتي، فهسيبها بقى المروحة لحد ما تنشف الأوضة، وبعدين هتتشال في الآخر لما نيجي نبيض السقف فوق باللون الأبيض. تمام. فكلكم بقى في الفيديو اللي فات قلتوا لي يا شروق حاولي تخلي الدهان بتاع الغرفة فاتح عشان خاطر يوسع معاكي الأوضة. فعايزة أقول لكم إن أنا فعلا يعني بحب نصايحكم وباخد فعلا بكلامكم وآرائكم وبعمل اللي انتوا بتقولي لي عليه. فدلوقتي خلاص هنبتدي بقى كده على طول نخلص بقى ونشوف بقى التغيير. يعني عايزه اقول لكم ان انا متشوقه جدا جدا زيكم وحياه ربنا ان انا اشوف النتيجه دي في الاخر. فخاصه لما تكون مثلا الشقه بقالها كتير ما اتبيضتش او ان هي مثلا ما فيهاش تغيير، ما حصلش فيها اي تغيير خالص، فلما تيجي تشوفيها بنظره كده فلا بتحس انك انت في تغيير يعني. المهم خلاص احنا دلوقتي حطينا اللون الاسود لان احنا عايزين نعمل لون الجراي، بس الجراي فاتح، هو لسه طبعا مش ده لونه، لسه لما يتقلب كل ما بيتقلب كل ما بيتقل بيفتح معاكي اكتر. فهوصل دلوقتي كده انا واحمد لحد ما نشوف الدرجه اللي احنا عايزينها ايه، بس يعني حاجه كده في القريب في الفاتح. احنا بنلعب في الفاتح عشان خاطر الاوضه ما تغمقش وما تحسيش ان هي مثلا بقت ضيقه او حاجه. تمام. خلاص احنا دلوقتي بقى هنبتدي بقى نشوف بقى الرول بقى ونجهز الدنيا دي. معلش بقى الفترة دي فعلا بجد انا مقصرة معاكم في تنزيل الفيديوهات، يعني مش الاول كنت بنزل يوم يوم لا، فدلوقتي في حاجات انا يعني ايه مش بقدر انزلها لكم في نفس اليوم او تاني يوم، فاهمين اللي هو يعني الفيديوهات مش بعرف ان انا بصراحة في الفترة دي لان انا بعمل حاجات كتير جدا، فالتصوير كمان بياخد معايا وقت والمونتاج، فكل عبال ما الفيديو فعلا ينزل لكم فبياخد فعلا وقت. فمعلش سامحوني جدا لو انا بقصر معاكم في الفيديوهات، بس الفترة اللي جاية دي هتلاقوني على طول كده بتابعكم ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه كده باستمرار، وتتابعوا معايا كده كل جديد. وشكرا جدا على كل حد سأل عليا وبيقول لي انت فين يا شروق بتوحشينا، انتوا كمان بتوحشوني اقسم بالله. وعايزاكم كده تقولوا لي رايكم ايه في الدرجات في درجه الغرفه بعد ما تدهن، لان فعلا هبقى محتاجه رايكم جدا جدا، وانا واثقه في ذوقكم بصراحه، واثقه في انك انتوا ذوقكم طبعا حلو، فبرضو يعني متحمسه جدا ان انا اشوف بقى تعليقاتكم واشوف التغيير، يعني انتوا كمان في عيونكم هتبقى عامله ازاي. وهنا بدات خلاص اهو ندهن اول وش. طبعا اول وش دوت بيبقى مش باين منه خالص، بيبقى يعني ما تقدريش تحكمي فيه غير لما تشوفي الوش التاني والتالت. انا بس كده بدهن اول وش وبعدين هسيبها تنشف شويه لحد ما ادهن بقى الوش التاني والتالت والرابع. عايزه اقول لكم ان الغرفه دي اخدت مني حوالي كده بسلتين دهان والله العظيم، يعني عارفين عشان خاطر ان الرطوبه كل ما بدهن والدهان ينشف تصفر معايا، كل ما ادهن يصفر معايا، فبقيت مش عارفه بصراحه حله ايه. فكل الكلام ده طبعا من الرطوبه، فكان اسلم حل واحسن حل ان انا بعد ما دهنت وخلصت كل الحاجات دي كلها ان انا فكرنا انا واحمد ان احنا نجيب ايه حل بقى، يعني نشوف بقى حل. ما هو مش معقول بعد الدهان ده كله وبعد بس سلتين على الاوضه واحده، يعني اوضه واحده مش الشقه كلها لسه، فقعدنا نفكر وبتاع، فخلاص وصلنا ان احنا ممكن نحط ورق حجر اللي هو الفوم دوت. فقلت لا شكله مش حلو وكمان هحسه ان هو ايه مؤفر قوي وانا مش عايزه الشكل دوت، بالذات ان المكان ضيق، فيعني الغرفه مش مستحمله ان احنا نحط فيها اي حاجه من الكلام دوت. فقلنا نعمل ايه، نشتري ورق اللي هو الحجري اللي هو لا مش الحجري الحائط، تمام، اللي هو بيتلزق. فعبال بقى ما دهنا وشفت وقررنا في الاخر كنا احنا خلاص خلصنا طبعا الاوضه. عايزه اقول لكم ان كل الكلام دوت في يوم واحد، لان في حاجات كتير قوي بتحصل في اليوم. يوم ننزل نشتري فيه مثلا او في نص اليوم ننزل نشتري فيه حاجات مثلا البيت ناقصه، البيت محتاجه ايه في التوضيب في العفش، في حاجات تانية انا يعني بطلبها بالتليفون تجيلي على طول. فان شاء الله بس ان انا يعني ادعوا لي بس كده ان انا الحق اخلص على طول، ويعني عشان بس خاطر امي تيجي كده وتلاقي الشقه كلها جاهزه ونستقبلها كده احسن استقبال، تيجي بالسلامه يا رب. في اكتريه التعليقات في الفيديو اللي فات كلكم قلتوا لي يا شروق امال فين الشقه اللي انت قلتي اخدتيها وان مامتك راحت شافتها وقلتي خلاص هتبتدي ان انت توضبي فيها وتعملي فيها. انا يا جماعه اللي ما شافش الفيديو بتاع العمره بتاع امي وانا رايحه اوديها المطار، اتكلمت معاكم وقلت لكم انا امي مش هتقدر ان هي تقعد في الشقه يعني اللي انا خدتها دي خالص، غير بس في الاوقات اللي احنا ممكن نكون متجمعين فيها. فانا بالنسبه للشقه بتاعت امي دي ما كنتش حاطه في بالي خالص من فتره وفي الموضوع دوت، لان انا مش بفكر
بفكر في يوم ولا ليله ولا اسبوع ولا شهر. انا برتب قبل اي حاجه، قبل ما ابتدي ان انا اشوفها او ان انا ابتدي اخد فيها خطوه. ف يعني بفكر، بشوف الدنيا هتمشي ازاي، هتظبط ازاي. فكنت حاطه في بالي من فتره جامده جدا ان انا هنسيب الشقه دي ومش هنكمل فيها ولا هنقعد فيها. فطبعا هي رفضت خالص وفضلت تقولي لا انا ممكن اقعد فيها ايام، والفتره الاطول فتره وانا هبقى قاعده هنا في بيتي. فقلت لا، وعلى ايه خلاص. ف يعني عشان بس ما افضلش ادفع ايجار على الفاضي، لان الشقه كانت ايجار جديد. فقلت لا خلاص بلاش. فدلوقتي فقلت ما لقيتش احسن فرصه ان انا اوضب فيها الشقه الا لما بتكون هي طبعا مسافره. وفكره السفر دي بصراحه يعني اول ما بصوا الاجراءات كده بدات ان احنا خدناها وخلاص، ان هي هتسافر وبتاع، ففرحت جدا والله العظيم. وبعد وانا بسفرها خلاص، فقلت لا هي تيجي، هتلاقيني بقى ان شاء الله باذن الله كده مخلصه لها الشقه وموضبها لها، وتيجي تلاقيها شكل تاني خالص غير الشكل اللي هي كانت شايفاه اخر مره دوت. فدلوقتي خلاص احنا بدأنا دهنا الأوضة كلها، والحروف دي كده بدأت على طول كده بالفرشة، طلعت على السلم. بقينا أنا وأحمد بصوا يعني إيد على إيد فعلا بتساعد. فما حبيتش إن أنا أدخل أي صناعية خالص الشقة ولا تعمل أي حاجة معانا، غير إن إحنا فعلا بنعملها كده بإيدينا بحب كده، وكل حاجة فعلا يعني تبقى من قلبنا. فدلوقتي كده خلاص احنا طبعا ده كده كان يوم تاني. أنا طبعا غيرت هدومي وكان كل شوية عمالة أغير هدومي عشان طبعا هدومي اتبهدلت. فدلوقتي رحنا العتبة، نزلنا العتبة اشترينا الورق الحائط اللي انا بقول لكم عليه دوت. اشتريت 2 رول. طبعا بصوا هو رول دوت فيه حوالي بتاع 15 متر. بصوا شايفين الغرفة عاملة ازاي، الدهان عامل يعني الحيطة نفسها عاملة ازاي بعد ما اتدهنت. ده عايزة اقول لكم ان هي مش واخدة وش واحد ولا 2 ولا 3، ده واخدة بستلتين، يعني واخدة جردلين كده من الدهان، اكتر من 6 ولا 7 مرات يعني دهان وشوش، ينشف واحط تاني، ينشف واحط تاني، وبرده هو. فما كانش ينفع خالص بقى الرطوبه بصراحه. ده هي كده باينه لكم ان هي مغمقه، لكن في الطبيعه يعني غير الكاميرا عامله صفار، مديه اصفر خالص لان الحيطان مالحه. فطبعا كل دوت من الرطوبه. فانا ما رضيتش زي ما قلت لكم، صاحب المحل لما انا نزلت اشتريت منه الحاجه دي في العتبه قال لي حل الرطوبه انك انت تحطي ورق اللي هو الحجر الفوم دوت. فانا ما حبيتش بصراحه، يعني ايه، فكرت ان انا اعمله كده لتحت الجناب اللي تحت دي كلها الورق اللي هو الفوم. فقلت لا شكله مش هيبقى حلو. ففكرت كده وانا واقفه يعني عماله ادور في كذا شكل كده في المحل، فلقيت الرول دوت. ده طبعا مش ستيكر، ده بيتلزق معاه كده ايه، ماده من عند الراجل، نفس الراجل يعني هو بيبيعها في المحل. فخدتها منه، وقبل ما اشتريها منه بصراحه عشان ما اخدش الحاجه وارجع تاني بيها وبعد ما تبوظ مني، فعرفته ان انا عايزه احطها على الرطوبه. بصوا شايفين انا واحمد كنا فرحانين جدا والله اللي احنا لقينا حاجه، يعني لقينا حل في الموضوع ده، لان احنا فعلا تعبنا جامد جامد جدا عقبال ما وصلنا. يعني بصوا للدرجه دي بتاعت الدهان في الاوضه دي، يعني لحد ما الحيطه خلاص يعني ما كانش ينفع فيها اي دهان خالص، بالذات الحيطه اللي هي في الوش دي. انا بتكلم في الحيطه اللي هي في الوش. فدلوقتي خلاص بقى نقينا الورق الحجري دوت اللي انتوا شايفينه. بصوا احنا اخترنا حاجه كده تكون هاديه وبسيطه، ما تسحمش الدنيا، يعني ما تكونش فيها شغل كتير، لان انا عايزه الحاجه الهاديه. كل ما الحاجه تكون هاديه في الاوضه كل ما هيبان معاكي وسعه، وهيبان معاكي كمان ملامحها حلوه اكتر بكتير ما يكوني حاطه فيها حاجات كتير. فدلوقتي احنا دلوقتي بنركب الرول دوت. هو بس ايه، احمد بياخد المقاسات هنا عشان خاطر احنا هنقسمها على 3 اجزاء. يعني بصوا الجزء دوت وجزء تاني جنبيه والتالت جنبيه على طول، تمام. يعني هو بس الورقه الواحده يعني هناخد بس مقاس واحده، والاتنين التانيين هنقطعهم على طول على نفس المقاس التانية، تمام كده. هي الرول الواحد كان عامل 500 جنيه متهيألي. فيه بقى اسعار كتير هنا دلوقتي. الاكياس دي الماده بتتباع برضو عند الراجل اللي بيبيع الحاجات دي، تمام. انت قولي له عايزه اللزق بتاعها. هو عباره كده عن تحس ان هو عامل زي الاريال كده جواه، او عامل زي الملح. فطبعا الحاجات دي لما بتتحط بقى في الميه كده بتبقى بتتظبط وتحط عليها كمان غيره. انا خدت شويه معلومات كده من الراجل، برضو بفضل اساله طب ايه اكتر عشان يعني يتحط عليها يثبت اكتر. فهي الماده اللي بتبقى معاه دي بتبقى شديده بصراحه، لكن هو قال لي لو انت عايزاها تمسك اكتر حاولي تحطي عليها مثلا علبه غيره. طبعا الحاجات دي من عند الموان.
الغيره دي من عند المواني، انما الماده بتاعه الورق الحائط دوت من عنده هو، لازم تشتريها من عنده. فبصراحه ما اعرفش بقى هي ممكن تتباع بره في التاني فين. هنا بقى احمد حطهم كده فوق بعض، خد المقاسات، وهنبتدي بقى ايه نحط 3 كده بالطول، لان احنا هنعمل حيطه واحده بس. بصوا هي الحيطه يعني الاتنين اللي في الوش دول مش محتاجين، اكتر حاجه محتاجه بصراحه الحيطه اللي هي في الوش دي اللي كان لازم ان هي فعلا تتدارى خالص، لان شكلها كان مش هيبقى حلو حتى بعد ما تتفرش، وهحط حاجات تانية في الاوضه. فانا يعني ايه بقيت بصوا متضايقه جدا ان حتى لو انا عايزه اقول لكم ان انا جبت برضو بتاع النقاش، جه شاف الغرفه وبتاع وقال لي برضو هي دي مش يعني ملهاش اي حل تاني غير انك انت هتحط عليها برضو ورق الفوم. فقلنا لا خلاص بقى، ما دام هو مش هيوصل لحل. عارفين لو كان وصل لحل كنا خليناه هو يعني بدأ هو في الشغل وهو اللي عملها بايده. لكن لا بصراحه ما كانت الحاجه دي يعني الحاجات اللي في الاوضه دي هتبقى لسه موجوده. هنا بقى احمد خلاص بيحط بقى الماده دي، قال لي الراجل حطي عليها حوالي كده لتر ميه لحد ما تتقل معاكي، يعني خليها سايله كده بسيط، وابداي بقى حطي عليها الغيره اللي انا بقول لكم عليها دي طبعا بتخليها تثبت اكتر معاكم. تمام بس كده خلاص. الكيس الواحد من الماده دي ب25 جنيه. انا جايبه طبعا 4 اكياس لان انا جايبه 2 رول، يعني قولي كده حوالي الرول الواحد بياخد كيسين. فانا جايبه الرول التاني هخليه للاوضه التانية، هتشوفوه برضو معايا، لان الاوضه التانية برضو عايزه اقول لكم بايظه خالص بقى من الرطوبه، لان الدور اللي فوقينا مكانه كده الحمام. فطبعا بصوا محتاج بقى يتكسر وينزل السقف خالص وبتاع، لان هو كان الاوضه التانية سقف والحيطان بقى من تحت كده. فيعني الحمد لله ان احنا وصلنا بس للخطوه دي، للمرحله دي. طبعا هتبقوا بصوا هتشوفوا في الاخر كده اخر الفيديو، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه دي هتلاقوا تغيير تماما وتغيير جذري من كل حاجه. بجد عايزاكم بقى كده تتابعوا معايا الفيديوهات اللي جايه، وايديكم معايا ورايكم بايدي كده في كل حاجه. عايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في الورق الحجري والدهان والحاجات اللي احنا هنعملها دي. وفي بقى مفاجاه حلوه في اخر الفيديو، تابعوا بس معايا الفيديو للاخر علشان خاطر بصوا يعني انا مش عايزه ابقى لوحدي في اي حاجه وانا بعملها في الشقه دي. عايزاكم كده تقولوا لي رايكم تحت ايه في الكومنتات. تمام بصوا هنا الورق الحجري بعد ما فرشناه على الارض ودهنا عليها الماده بتاعته اللي هو اللزق دي، تقلت جدا، تحس انك انتي بصوا دلقه عليها ميه. فبقينا بالراحه عليها خالص كده لان بقت طريه، يعني الورقه نفسها بقت طريه وتقيله، تحس ان هي عامله زي ورقه الجنار كده لما بتيجي تبليها ميه فبتبوش خالص. يعني كنا ماسكينها كده ايه على الاقل من مهلنا، ودلوقتي خلاص احمد اهو حطها على الحيطه. طبعا بصوا في فرق جامد جامد يعني جدا ما بين الشكل ده وباقي الحيطه. بصوا شايفين؟ يعني قولوا لي كده تحت في الكومنتات رايكم ايه يا بنات، علشان خاطر يعني بصوا الحاجات دي. احمد يقول لي انت مش فالحه الا في اللصق، يعني في اللزق والقص والحاجات دي، هي دي اللي بتنفع معاكم. فوالله العظيم طب ما هي بتبقى فكره على فكره، وبتبقى يعني حلوه، بتبقى فكره على فكره دي. لا بتبقى فعلا في ناس كتير بتبقى مثلا مش عايزه تبيض، مش عايزه تعمل حاجه. عايزه اقول لكم ان احنا كان ممكن ان احنا ندهنها على الحيطان نفسها قبل ما ادهنها، لكن انا ما فضلتش بصراحه. قلت لا انا كده كده عايزه انضف الحيطه والحيطه تتبيض وتبقى شكلها حلو برده في نفس الوقت، يعني تكون مديه شكل حلو. ما احطهاش برده على الشكل اللي هو اللي كانت غويطه لجوه والحاجات دي. تمام هنا بقى احمد بيحط على البيبيل الاول الحيطه، هي مش بيبلها هو بس بيدهن الحيطه كده من الماده بتاعه اللزق، وعشان نكمل بقى ونحط الشكل التاني. بصوا كده خلاص انا مرضتش بقى ان انا اطول عليكم، هي شكل واحده بس كده احنا بنلزقها، والتانيين على طول هنحطها كده على الحيطه. بس برضو عايزه اقول لكم ان احنا مخلبين يعني كنا حذرين جدا لانها في حته منها اتقطعت، فالحته دي قصيناها لان هي بعد ما اتحطت عليها الماده زي ما قلت لكم تقلت خالص فاتقطعت مني. فحابه بجد ان انا تحت في الفيديو دوت اسمع رايكم واشوف كومنتاتكم كده. وبصوا يعني انا حاسه ان انا مش هعرف انام النهارده لما اشوف كده رايكم ايه تحت في الكومنتات. وعايزه بقى لايكات كتير جدا جدا النهارده، يعني عايزه الفيديو النهارده يوصل حوالي 20,000 لايك قبل الساعه 12. يعني بصوا شوفوا انتوا بقى، يعني عرفوني كده بلايكاتكم ان فعلا ان الفيديو دوت يستاهل فيه كل الحاجات الجميله دي ولا لا. انا هشوف بقى رايكم وذوقكم ايه، وانا عارفه ان انتم مش هتبخلوا طبعا على اختكم باللايك.
فعلا مش متخيلة والله العظيم ان في ناس ممكن تكون ما تعرفنيش، يعني غير بس في التليفون مثلا على الموبايل، من خلال بس شاشة موبايل، ان انتوا تكونوا فعلا بجد بتتفرجوا عليا وبتسمعوني وبتتابعيني. بشوف كمية حب منكم بجد ودعوات وكلام حلو بجد. ربنا عوضني الحمد لله بيكم. بقى عندي صحاب عن طريق طبعا التواصل اللي هو اليوتيوب او فيسبوك، فاتعرفت على ناس كتير جدا جدا عندي الحمد لله. بقى عندي الحمد لله معارف كتير، وفخورة جدا بيكم والله العظيم. عندي صحاب في مصر كتير وبره مصر اكتر، فمبسوطة جدا بمعرفتكم والله، وشرف ليا اني عندي اخوات زيكم بيحبوني وبيخافوا عليا وبيحسسوني كده ان انتوا لسه لا، يعني فعلا لا، الدنيا فيها خير، فيها ناس لسه بخير. ربنا يا رب كده يكبر بخاطركم ويفرحكم ويسعدكم دنيا واخره، زي ما فعلا بجد بتسعدوني وبتفرحوني بكلامكم ودعواتكم الجميله دي. وفي حاجه كمان بقى عايزه اخد رايكم فيها، لان فعلا بجد انا محتاره قوي. الاوضه دي محتاجه ان انا اعمل فيها ركنه ولا اعمل فيها انتري؟ انا حاسه بصراحه ان الانتري لو انا حطيته هيفخم قوي المكان وهيدي ضيق للمكان، والركنه حاسه ان هي هتبقى شكلها حلو ولطيف، وفي نفس الوقت مديه واسعه للاوضه. فانا ده رايي بصراحه. لو انتوا شايفين ممكن تكون وجهه نظركم انتوا كمان مختلفه عني بكتير، فانا احب ان انا اسمع رايكم كده، وقولوا لي كده تحت في الكومنتات اجيبها مثلا لون ايه. فانا بصوا انا لسه ما جبتهاش بصراحه، وقلت بقى ايه انتوا بذوقكم كده وافكاركم الجميله دي. طبعا خلاص عندكم الدهان اهو، وكمان يعني الورق الحجري دوت قريب من الدهان اللي هو اللون الجري دوت. فانا كنت حابه ان انا ما اعملش حاجه تغمق الاوضه، او حاجه تكون كبيره فتضيق معايا الاوضه. فخلاص كده ده كده كان الشكل النهائي بتاع الورق الحجري دوت او الورق الحائط. ده كده كان شكله. طبعا الحاجات الفراغات اللي في النص دي اللي ما بين الاشكال اللي هم الثلاثه دول، ثلاث صفوف اللي احنا حاطينهم، يبقى في فراغات هوا والحاجات دي. فطبعا هنفنشها في الاخر ونشيل بقى الفراغات والحاجات اللي عند الوزره تحت دي. وكمان بقى جبت حاجه جميله جدا، عايزاكم كده تقولي لي تحت في الكومنتات ايه رايكم فيها. انا جايبه لان السيراميك مش هيبقى يكون لايق خالص، فما عرفتش ان انا ابلط، وقلت بقى لو بلطت وبقى رمله واسمنت وفتحت على نفسي فتوحه. وكمان انا بصوا الوقت عندي اهم من اي حاجه دلوقتي، عايزه اخلص بسرعه. فقررت اجيب ايه، قررت اجيب اللزق، مش الاستيكر بقى اللي هو بتاع الارض دوت، اللي هو بديل السيراميك اللي انا جايبه عند حماتي. لا ده شكل تاني ونوع تاني خالص. انا فضلت ان انا اجيبه يعني، واشوف كده رايكم تحت في الكومنتات، لان انا جايبه منه كتير جدا لباقي الشقه كمان، لان انا مش جايباها لاوضه واحده، انا جايباها للشقه كلها. بصوا كده، غمضوا عينيكم فتحوا ايه رايكم بقى في الشكل كده؟ ده كده كان الشكل النهائي للورق الحجري دوت مع الحيطان. يعني بصوا بقى في فرق شاسع خالص، فرق جذر زي ما بقول لكم من بدايه اول الفيديو لدلوقتي. فعايزه اقول لكم ان المرحله دي فعلا بجد عشان اوصل لها تعبنا جدا جدا. فالحمد لله ان ربنا بس ايه يعني خلينا نفكر في الفكره دي ونخلص على طول. حتى احنا نزلنا على طول في نفس اليوم والله، في نفس اللحظه اشترينا على طول الحاجات دي، عشان طبعا ايه نخلص على طول. مشغله بقى المروحه اللي هي العموده دي، العمود، وعشان بس ايه تنشف معايا. تمام كده. قولوا لي تحت في الكومنتات برضو رايكم يا جماعه. انا عايزه رايكم في 3 حاجات، في الورق الحائط دوت، وكمان في ان انا ممكن اجيب ركنه او انتريه. تمام كده. دلوقتي بقى انا واحمد على طول بنشيل الحاجات مطرح الدهان دي، لان انا مش عايزه اي حاجه خالص تكون واقعه يعني من مطرح الدهان على السيراميك، عشان دلوقتي احنا هنفرش اللي هو بديل الباركيه، مش اللي اهو ده اللي انا بقول لكم عليه. ايه رايكم بقى في اللون دوت؟ ده على شكل كده باركيه، لونه جري، نفس اللون الدهان اللي احنا عاملينه في الاوضه. عايزه كده الديكورات كلها تكون ماشيه مع بعضها. فطبعا الاوضه ما كان السيراميك بتاع الاوضه نفسها ما كانش هينفع ان هي ايه هتكون لايقه معاهم. فانا لما فكرت كده ما حبيتش ان انا بقى اجيب اللزق اللي هو البديل السيراميك اللي انا رزقته عند حماتي اللي هو المربع دوت. فهقول لكم ليه. عند حماتي انا كنت مركباها هناك، لان هناك عندها بلاط ما عندهاش سيراميك، فالبلاط عندها كان شويه نازل شويه طالع، فما كانش هيبقى مساوى. يعني هو عايز حاجه كده زي المسطره. فدلوقتي بقى خلاص
بدأنا ان احنا حطيناه على الارض عشان ناخد المقاسات، ونبتدي على طول بقى نلزق الارض، لان السيراميك مع الحيطان هيبقى بصوا موضوع جامد. فعايزه الاقيكم تحت في الكومنتات، وعايزه لايكات كتير جدا جدا على الفيديو دوت، عشان فعلا بجد تعبت فيه قوي. عايزاه يوصل ل 20,000 لايك قبل الساعه 12 النهارده بالليل. انتظروا بقى ان شاء الله تكمله الفيديو والفرش والشكل النهائي للغرفه في الاخر. بجد هتتوهموا جدا، ومحتاجه فعلا رايكم وذوقكم معايا. اشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم تصبحوا على الف خير، مع الف سلامه.